السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيبنا متابعي قناة جهازك. عندنا يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة جميعا إن شاء الله. النهاردة هنتكلم عن ديب فريزر فريش موديل إكسترا 334 لتر. الموديل بتاعه اف دي اف 400. شركة فريش من الشركات الكويسة جدا في الديب فريزر الأفقي، أو زي ما بعض الناس بتسميه ديب فريزر صندوق. شركة فريش بتنزل موديلات كتيرة جدا من الديب فريزر الصندوق، بتنزل جميع المقاسات اللي بتناسب جميع الناس. 130 لتر موجود، 145 لتر، 165 لتر، 200 لتر، 220 لتر، 255، 270 لتر، ال 330 لتر او ال 334 لتر زي الموجود معانا في الفيديو ده، او في بعض الموديلات الكبيره خالص زي ال 403 لتر وال 472 لتر. متوفر عند شركه فريش مقاسات كتيره جدا حسب كل واحد واحتياجاته. متوفر الوان ابيض وسيلفر واسود. عندهم تشكيله كبيره جدا في الديب فريزر الافقي، وبرضه عندهم تشكيله كبيره جدا في الديب فريزر الرأسي. النهارده جبت لكم ديب فريزر فريش 334 لتر موديل اف دي اف 400. يعتبر من المقاسات الكبيره اللي ممكن ينفع في البيوت الكبيره او المحلات التجاريه. عادي جدا ينفع في المحلات التجاريه، مفيش منه اي مشكله خالص. الفريزر ده فريزر كويس جدا من حيث القدره التجميديه بتاعته، من حيث استهلاك الكهرباء. الحجم بتاعه كويس جدا، 334 لتر يعني يعتبر كبير، يعني حوالي 12 قدم زي ما هو مكتوب في الصوره قدامنا اللي هي بطاقه كفاءه الطاقه. استهلاك الكهرباء بيكون حوالي 42 كيلو وات في الساعة، يعني استهلاك الكهرباء في حدود المعقول بالنسبة لحجم الديب فريزر. التجميد بتاعه بيكون ديفروست، يعني لازم كل شهرين أو ثلاثة أفصل الكهرباء عن الفريزر عشان التلج اللي موجود فيه يسيح ويخرج من مكان التصريف. موجود فيه خاصية التجميد السريع عشان لو حابب أجمد حاجة في وقت قصير. طبعا ميزة التجميد السريع مش على طول بنستخدمها عشان بتتعب الماتور شوية. موجود فيه قفل عشان خاطر لو هنقفل الفريزر عشان الأطفال ما تفتحش وتقفل على طول. نرفع الغطا كده ونشوف الفريزر من جوه. الحجم الداخلي بتاعه كبير بسم الله ما شاء الله، 334 لتر داخلي، حاجة كبيرة مش صغيرة. حاجة يعني تعتبر فوق المتوسط، حاجة كبيرة مش صغيرة خالص. الحلة الداخلية ألمونيوم محبب. هنلاحظ هنا إن الحلة الداخلية من غير غطا إزاز، ودي تعتبر من عيوب الفريزر. المفروض أو الأفضل إنه كان بغطا إزاز، كان هيبقى أحسن. الحلة الداخلية ألمونيوم محبب. الحلة الألمونيوم بيكون ليها مميزاتها وعيوبها، والحلة الاستانلس بيكون ليها مميزاتها وعيوبها برضو. الحلة الألمونيوم ميزتها إن التبريد بتاعها بيكون أسرع. معروف إن الألمونيوم التبريد بتاعه بيكون اسرع من الاستانلس. مثلا لو جبنا كوبايه استانلس وكوبايه الومنيوم وحطينا فيهم ميه وحطيناهم في فريزر التلاجة، هنلاحظ ان الكوبايه الالومنيوم هتتجمد اسرع من الاستانلس. اما بخصوص عيوب الحله الالومنيوم، انها ممكن تتخرم. لو انا معايا حاجه مثلا مسننه او مدببه ورميتها من غير قصد وكده، وقعت مني مثلا من غير قصد، ممكن الالومنيوم يتخرم. اما الاستانلس ميزته ان هو بيستحمل اكتر من الالومنيوم. لكن من عيوب الاستانلس ان التبريد بتاعه بيكون اقل او بيحتاج وقت اكتر عشان يجمد الحاجه. فريزر كويس جدا، عليه ضمان 5 سنين من شركة فريش. مقاسه كبير، 334 لتر. بعض الناس بنلاحظ ان هم بيقولوا عليه 400 لتر. لا يا جماعة، الموديل بتاعه اف دي اف 400، لكن هو الداخلي بتاعه 334 لتر. بعض المحلات وبعض البياعين يقول لك انه 400 لتر. في فرق يا جماعة ما بين الموديل بتاع الجهاز والحجم الداخلي. يا ريت نخلي بالنا من الموضوع ده عشان محدش يضحك علينا وكده. الفريزر ده مزود بلمبة داخلية بتكون موجودة في الباب. تمام. موجود جوه الحلة في صندوق صغير كده على اليمين عشان خاطر الحاجات الصغيرة ما تتوهش جوه الحاجة وكده. سمك الباب وسمك الديفريزر بيكون 7 سنتي، ودي حاجة كويسة جدا. طبعا يا جماعة أي جهاز تبريد بنشتريه بنسيبه من 6 ساعات ل10 ساعات في مكانه الثابت، وبعد كده بنشغله. ممنوع اي جهاز تبريد تلاجة ديب فريزر يشتغل على طول اول ما اشتريه. لازم يشتغل بعد 6 ساعات من مكانه الثابت، والافضل نخليه 10 ساعات او 8 ساعات. سعر الديب فريزر ده يا جماعة حوالي 13000، وإن شاء الله هنلاقيه أقل من كده في بعض المحلات. ديب فريزر كويس جدا، مقاسه معقول جدا، سعره يعتبر معقول جدا بالنسبة للإمكانيات اللي بيقدمها الجهاز اللي قدامنا. كده حضراتكم احنا خلصنا الفيديو. يا ريت حضراتكم لو عجبكم الفيديو نضغط لايك ونشارك الفيديو مع أصحابنا وزمايلنا، ونشترك في القناة بتاعتنا ونفعل زر الجرس لو احنا بنقدم لك حاجة كويسة وحاجة مفيدة. ما تبخلش علينا بالاشتراك في القناة بتاعتنا وتفعل زر الجرس على الكل. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.